عمرك حسيت إنك مخنوق من غير سبب؟ بتصحى من النوم أصلا تعبان وتقعد تقول لنفسك هو أنا ليه تعبان وأنا لسه ما بدأتش اليوم؟ الضغط بقى جزء من حياتنا، شغل، دراسة، مشاكل، علاقات، توقعات الناس، والأصعب من كل ده إنك طول الوقت حاسس إنك لو وقفت ثانية كل حاجة حواليك هتقع. بس في وسط كل ده في نقطة مهمة إحنا بننساها جدا. ربنا شايف ضغطك، شايف خوفك، شايف تعبك اللي محدش واخد باله منه. عارف يعني ايه حد يشوف وجعك من غير ما تتكلم؟ يعني انت مش لوحدك. ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ولا ضغط بيجي عليك ولا وجع يدخل قلبك غير وهو موزون على قدك بالظبط. الضغط مش دليل ضعفك، الضغط دليل انك بتحاول، وانك لسه واقف، ولسه عندك امل، ولسه عندك قلب بيقول يا رب قويني. ويمكن تكون فاكر انك هتتكسر، بس الحقيقة ان الضغط ساعات بيكسر الحاجات الغلط جواك علشان تبني مكانها حاجات صح. مش بيكسرك انت. وياك تفتكر ان الدعوة اللي قلتها وانت مخنوق راحت في الهوا. ده ربنا قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يعني اقرب لقلبك من الهم نفسه. خد بالك، الضغط مش هيختفي فجأة، بس قلبك ممكن يرتاح فجأة، بذكر، بدعوة، بسجدة، بلقطة صدق بينك وبين ربنا. كلنا مضغوطين، بس مش كلنا فاكرين إن ربنا معانا في الضغط. اوعى تستهين بالجملة دي، هي اللي بتفرق بين واحد بيغرق وواحد بيعوم. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.